أخواني أخواتي المستمعين الكرام، مجددا نرحب بكم. أخوتي، لنتطرق اليوم عن اليهود ودورهم في تدمير الديانات عبر التاريخ وطمس حقيقتها، لأنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار زورا وبهتانا، ومن حقهم التلاعب في الحضارات. وإذا حدثت مشكلة في أي بقعة في العالم مهما كانت صغيرة أو كبيرة ومهما كان زمانها، ستجد فيها الجذور اليهودية. وسنرى كيف نستطيع حل أسرار لوحة دافنشي التي لم يتوصل إلى كشف أسرارها علماء الدنيا مجتمعا، وتبقى الأسرار مدفونة ولا يستطيع أحد الوصول إلى أسرارها إذا جرد اليهود منه. يجب أن نعرف من هي المرأة الموجودة في اللوحة، وإلى جانب بطرس الرسول، ولماذا تم وضع بطرس الرسول وأخيه يعقوب ويوحنا في جهة والباقون في جهة أخرى. الآن سندرس ما هو دخل اليهود قبل العشاء الأخير وصولا إلى العشاء الأخير، وبهذه الحالة سيكشف عن أسرار هذه اللوحة. إن اليهود يمثلون جزءا كبيرا ورئيسيا في تاريخ وسياسة العرب، والمسلمون هم المتحكمون بنا، وهم من يتحكم في تنصيب قادة الأمم، الرؤساء وملوك ومثقفين وصحفيين منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واليومنا هذا. وكل ما يدور حولك من مصائب ستجد جذورها يهودية بدون استثناء. وهناك أسفار كاملة تعود ملكيتها للعرب والمسلمين، وغيروا بوصلتها من أجل مصالحهم ومن أجل ورثة الأرض. لهذا قال وزير خارجية إسرائيل لعنه الله تعالى: المسلمون شعب لا يقرأ، وإذا قرأ لا يفهم. هذا القول له دلائل، لأن توراتهم وإنجيلهم يشرح حياتهم وكيف سيتلاعبون بأمة الإسلام، ونحن لا نقرأ ولا نريد أن نفهم. لنأخذ مثلا، إذا نشدت شيئا من الإنجيل أو التوراة وفيه حقائق مطابقة للواقع، تنهال عليك الرسائل من قبل جهلة المسلمين. وبعض الجهلة يقول: يكفينا كتاب الله، وهم صم بكم بالقرآن. وترجموا لنا الانفجار العظيم في نشأة الكون واسموه الفتق العظيم، واستبدلوا نشأة الكون من زبدة البحر بانفجار النقطة متناهية الصغر. وهكذا يكفينا كتاب الله. وهناك إنجيل كامل من بدايته إلى نهايته يتحدث عن الرسول وأهل البيت عليهم السلام. جاء في إنجيل مرقس 8 الآية 2 و9، يقول الإنجيل: وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم، وظهر لهم إيليا وهو الإمام علي عليه السلام. وسنبين ذلك في محاضرات أخرى إن شاء الله تعالى. ومعه نبي الله موسى، وهو حامل التوراة والمواثيق التي أخذت من سائر الأنبياء باتباع الرسول محمد صلى الله عليه وآل بيته الأطهار. وتم تسليم هذه المواثيق والعهود إلى نبي الله عيسى عليه السلام كي يعرضها على اليهود، والمتضمنة إن ورثة الأرض ستكون لأمة الإسلام ولنبي الله محمد صلى الله عليه وآله وآل بيته الأطهار. لهذا قال الله تعالى في محكم كتابه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد.
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف الآية 6. وقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وسنبين لكم إخوتي أخواتي المستمعين الكرام هذه المواثيق والعهود وكيف سيتم نقضها من قبل اليهود. قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وبعد أن ينقضون العهود سيتآمرون على تهديمها. أخواني أخواتي المستمعين الكرام، بعد أن استلم نبي الله عيسى عليه السلام ومجموعته المواثيق والعهود من قبل نبي الله موسى والإمام علي عليهم السلام، ظهرت غيمة وتجلى من داخل الغيمة ملاك من السماء وأراهم أحداث مستقبلية التي ستقع على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وكيف سينتزع منهم الحكم بمعاونة اليهود، وتم لهم ذلك. وشاهدوا أيضا أحداث آخر الزمان وحدد لهم الأسماء بالتحديد، ويمكن تحميل الكتاب خفايا الإمام المهدي عليه السلام، والرابط موجود أسفل الفيديو. فالأحداث كلها مشروحة والرؤى كلها مشروحة شرحا مفصلا كاملا، وكلها تعود إلى أمة محمد وآل محمد. لنتعرف عن هذا الملاك الذي ظهر في الغيمة، هل هو فعلا الرب كما يقول النصارى أم هو الإمام المهدي عليه أفضل السلام والصلاة كما يوصفه لنا يوحنا في رؤيا 22:8: وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا. أراد السجود أمام هذا الملاك الذي كشف لهم الغطاء وأراهم ما كان وما سيكون. ثم يكمل يوحنا عليه السلام فقال لي انظر لا تفعل. من الذي قال انظر لا تفعل؟ الملاك. فقال لي انظر لا تفعل لأني عبد معك ومع أخوتك الأنبياء. أما التفسير اليهودي يقول إنه الرب، أما يوحنا يقول إنه شخص وعبد من عبيد الله. سأقول لكم إنه الإمام المهدي عليه السلام وبعد ذلك سنثبت. فقال الإمام المهدي عليه السلام لا تسجد لي لأني مثلك ومثل سائر الأنبياء، بمعنى نحن جميعا بشر، أنبياء أو غير أنبياء، والجميع يجب أن تسجد لله، فاسجد لله وليس لي. فهل هذا هو الرب؟ وهنا السؤال يكون للنصارى أيضا. لنتحدث قليلا عن بطرس الرسول وما دوره في هذه المهمة، والذهاب إلى جبل طور في يوم التجلي مع نبي الله عيسى عليه السلام للقاء نبي الله موسى وإيليا وهو الإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام هو جد الإمام المهدي عليه السلام. كذلك بطرس الرسول هو جد الإمام المهدي من ناحية النساء، بمعنى أن نسله من النساء سيكون وارث الأرض. وتم عرض المشاهدات عليه، وهي المرأة المتسربلة بالشمس، هي حفيدة بطرس الرسول عليه أفضل السلام والصلاة، بمعنى أن الإمام المهدي سيكون ابن حفيدة بطرس الرسول. يوحنا 12:1: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر
تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. وهنا 12 كوكبا بمعنى 12 إماما، وآخرهم ابنها الإمام المهدي عليه السلام. أما الآيات التي بعدها تقول: وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. آيات واضحة حتى لا تحتاج إلى تفسير. وهناك كثير من الأحاديث في كتب المسلمون: من سيرث الأرض هو الذي يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. أما واختطف ولدها إلى العرش، إلى الله وإلى العرش، فهناك أحاديث يرويها أبو الإمام المهدي الإمام الحسن العسكري عليه السلام. في بحار الأنوار العلامة المجلسي جيم 51 الصفحة 27 عن الحسن العسكري عليه السلام قال: لما وهب لي ربي مهدي هذه الأمة أرسل ملكين فحملاه إلى سرادق العرش حتى وقفا به بين يدي الله عز وجل، فقال له: مرحبا بك عبدي، بك نصرة ديني وأظهار أمري ومهدي عبادي، إلى آخر الحديث. لنرجع إلى رؤيا يوحنا الآية 12:6: والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما. وهذه هي الفترة التي عاشتها في صحراء سامراء المقدرة ب3 سنوات ونصف. حينها قال نبي الله عيسى عليه السلام إلى بطرس الرسول في إنجيل متى الآية 17: طوبى لك يا سمعان بن يونا، لهذا لم يكن أنزل إليك من اللحم والدم ولكن أبي الذي في السماوات. وهذه الآية تفاسيرها غير واضحة، لكننا نستخرج منه كلمة اللحم والدم وهو النسل. وهناك بعض التفسيرات أو بعض الأناجيل أو النسخ الإنجيلية واضحة تمام. لنأخذ كورنثوس 50:15 وهي باللغة الإنجليزية ونترجمها: الآن أعلن لك أن نسلك الطاهر من سيرث الأرض ولا يرثها النسل الفاسد. هكذا قال نبي الله عيسى عليه السلام لبطرس الرسول وهو سمعان الذي جاء في كتب الأئمة